تفتكروا ليه كلنا بنحب كريم عبد العزيز؟ نحن نختلف عن الآخرين. فجأة ما يصحش حاجات تافهه تأثر فيكم. ايه يعني النهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ هو اللي حصل يضحك يا باشا. السلام عليكم. كريم عبد العزيز اصلا من عيله فنيه اصيله، باباه هو المخرج الكبير محمد عبد العزيز، فكان طبيعي يتربى في بيئه كلها سينما وفن، وده اللي خلانا نشوفه لاول مره وهو طفل شقي مع الزعيم والسندريلا سنه 1981 في فيلم المشبوه. سلامات يا علي. خطف قلوب كل اللي شافه ولفت انظار كل الناس ليه، والغريب بقى ان كريم كان من صغره موجود في الاستوديوهات مع باباه، ورغم كده عمره ما كان شايف نفسه ممثل، كان دايما شايف انه ممكن يكون مخرج مهم جدا. ومش بس كده، ده كمان درس الاخراج في المعهد العالي للفنون المسرحيه. كريم عنده حس الاخراج ده لانه خريج قسم اخراج اساسا من الاول على دفعته. والاخراج انا بحبه جدا بصراحه. انا نفسي اخرج في يوم من الايام. اما البدايه الحقيقيه لكريم فكانت سنه 1998 في دور رومانسي في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه مع العبقري احمد زكي، وكان دوره مختلف جدا وعجب الناس كلها. الخير يا طنط. طنط ده ايه؟ انت جاي ليه؟ انا اصلي جاي اطمن على صحه تهاني. اتشاف في كريم انه عنده حضور قوي على الشاشه وخفه دم ووسامه، وده اللي خلى نص بنات مصر تقع في حبه وقتها ولحد دلوقتي والله. وبعد كده جات له فرصه في مسلسل امرأة من زمن الحب مع الفنانه القديره سميرة احمد، وده بقى كان نقله تانية له خالص. الدور زود من مكانه كريم الفنيه ولفت الانظار ليه اكتر واكتر. خفه دم مش معقوله، لذاذه ربانيه مفيش منها كتير، ودي تحديدا اكتر حاجه حبينا كريم بسببها. وسنه 2000 بقى جت بدايه مشوار كريم الحقيقي في عالم البطوله، وحقق نقله كبيره في مسيرته بفيلم ليه خلتني احبك، واللي كان بدايه مشواره في الادوار الرومانسيه الكوميديه. وبعدها عمل فيلم حراميه في KG2 مع حنان ترك والطفله مها عمار. الفيلم ده فرقع بشكل مش طبيعي، والنجاح ده فتح له ابواب السينما على مصراعينها زي ما بيقولوا، وبقى عندنا نجم سينما مهم اسمه كريم عبد العزيز. يلا يا ماما. ما تقولش يا ماما. يلا يا اموره. ما تقولش يا اموره. انجر يا بنت. ايوه كده. بعد كده بدأت سلسلة نجاحات كريم عبد العزيز مع الكاتب بلال فضل. كريم لقى ان بلال فضل هو اللي بيقدر يعمل له التوليفة اللي بيحبها وبتقدمه بشكل لطيف للجمهور، ابن البلد الشعبي المحترم اللي دايما مضغوط عليه من كذا حد، حاجة كده شوية شبه افلام عادل امام القديمة. وده ما يمنعش لو شوية سياسة خفيفة كده ما تأذيش كريم عبد العزيز، كمان مشاهد مؤدبة ما تخليهوش يخسر الجمهور. وتعاون كريم عبد العزيز مع بلال فضل في 7 أعمال، 6 أفلام ومسلسل وحيد وهو الهروب، واللي يعتبر من أول الأعمال اللي حللت أسباب قيام ثورة يناير. كمان كان في تعاون مسلسل هيما، بس للأسف ما كملش رغم إن بلال كتبه في الأول لكريم عبد العزيز، لكن بعد كده راح لأحمد رزق. التعاون بين بلال وكريم كان ناجح جدا ومثمر لأعمال مهمة، وكان دايما شريكهم في النجاح ده هو المخرج أحمد نادر جلال. ومن أنجح أعمالهم واحد من الناس، حرامية في KG2، إلا إن كريم فجأة غير جلده وتعاون مع كتاب تانيين، يمكن حتى قبل ما بلال فضل يسافر ويسيب مصر. ويمكن ده قال عنه بلال فضل في سلسلة فيديوهاته على اليوتيوب لما قال ان مفيش صداقه في الوسط الفني اصلا، وتحديدا مفيش صداقه مع نجم، يعني الا في حالات محدوده ومش هتستمر كمان. انتهت التجربه بالنهايه الى القطيعه الكامله فنيا وانسانيا. إذا كان كريم بيجيب سيرتي بكل خير في البرامج وبيتكلم عن دوري، وعجبني جدا انه بيتكلم عن كريم عبد العزيز بشكل كويس ولطيف رغم الخلاف بينهم، وكمان قال انه زي ما افاد كريم في اعماله هو كمان استفاد منه. لا، متصالح مع نفسه جدا. ونرجع تاني للاسباب اللي حبينا كريم عبد العزيز عشانها، زي انه ما خدش والده المخرج واسطه، ولا دخل عالم الفن بالعافيه، ولا حتى بيتكبر على الناس رغم انه من عيله فنيه كبيره وكبيره قوي كمان. استاذ كريم ما شاء الله ليه طله كده. انا وقفت اول مشهد انسى فيه الكلام كان اول مشهد قابلناه. نمبر 1 بصحيح من غير ما يقول. وكريم من يومه وهو اهم نجم في الوطن العربي كله، قدر يعمل افلام ناجحه وحققت ملايين زي ابو علي سنه 2005 اللي عمله مع منى زكي، ومن كتر صدقهم في التمثيل الناس كانوا مقتنعين ان منى وكريم بيحبوا بعض، رغم ان منى زكي متجوزه احمد حلمي اساسا في الوقت ده. وطبعا من اهم اعماله الباشا تلميذ اللي كلنا حافظين افهاته وكل حاجه قالها فيه. حازم بسيوني. بس كريم للاسف جه في وقت وحب ينكد علينا، وده خلينا بفيلم النكد الاعظم والدور المختلف تماما عن باقي ادواره الكوميدي، واحد من الناس. منى اللي ماتت وسابت محمود جوزها بينتقم لها ولحقها، ومين فينا ما عيطش على منى وهو بيتفرج على الفيلم ده؟ ومين فينا ما تاثرش باداء كريم في الفيلم ده؟ ولما حب كريم يغير جلده ويجدد رجع لنا بفيلم الفيل الازرق سنه 2014. وطبعا مش محتاجه اتكلم عن نجاح الفيلم ده. قريت الروايه بخط ايد احمد مراد.
انبهرت. ودي كلها افلام اثبتت انه مش مجرد نجم شباك، لا ده كمان ممثل موهوب بيقدر يقدم ادوار متنوعه وتمس كل المشاهدين، لا كرر نفسه ولا كرر ادواره ولا عمل دور واحد خيش. وحتى لما فكر يدخل عالم الدراما تاني عمل لنا المسلسل العبقري الحشاشين، دخلة عظيمه فعلا تليق بحد في مكانه كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح يعلم ممثلين كتير ازاي تعمل ادوار الشر، لا وتعملها بانفعالات هاديه وهدوء كده وثقه. مفيش حد كان يقدر يعمل الشخصيه دي زي ما كريم عملها وقدمها لنا بمعلمه وشطاره فعلا. انا انت على يمين. وده سبب كمان يخلينا نحب كريم عبد العزيز، انه بيحترم جمهوره وعمره ما بيخذلهم. ده غير ان بشهاده كل المخرجين كريم عبد العزيز هو اكتر نجم مريح جوه اللوكيشن، وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحقق رؤيه المخرج. كريم عبد العزيز من اسلس والزز والناس اللي انت شغال معاهم وتحس انك معاك مساعد مخرج، يعني كتر ما هو همه كل حاجه يساعد بيها المخرج ويحقق بيها رؤيته. كل النجاح ده يا اخي بنلاقيه فنان ناجح من غير صياح كتير، متواضع وشغله هو اللي بيتكلم عنه وبس. عرفتوا بقى ليه بنحب كريم عبد العزيز؟ خلصت حلقه النهارده، استنونا الحلقه الجايه وحكايه جديده في الريد كاربت.